بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي متابعي ومشاهدي فيديوهات قناة كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. فيديو جديد هنسمع فيه نجم نادي الزمالك بيقول ايه في حواره مع الاستاذ محمد شبانة بخصوص منع قيد لاعيبة نادي الزمالك ونرد عليه. حلو. طيب اتحاد الكرة اعلن رسمي قبل فتح القيد الشتوي ان في حاجه اسمها، انا كل الحاجات دي عارفها واحنا عارفينها. حلو. كل الانديه راحت سوت تمام من الاهلي برضو لكل الانديه ما عدا الزمالك. طب اتحاد الكرة ما سكتش. الزمالك ما سواش ليه بقى؟ لا اتحاد الكرة برضو ما سكتش. ما سواش ليه بقى؟ حاول يتواصل. ايوه ليه؟ ما احنا عارفين، عايزين نعرف ليه. ليه؟ عشان عنده مشكله في الارصده بتاعته. طيب يعني ايه عنده مشكله في الارصده بتاعته؟ يعني ان فلوسه محجوز عليها. اولا نادي الزمالك عنده اكتر من حساب واحد بس اللي حاجز عليه الاستاذ ممدوح عباس، بقيه الحسابات مش محجوز عليها. خلاص. ثانيا هو نادي الزمالك رايح اتحاد الكوره يعمل ايه؟ رايح يأيد اللعيبه اللي اشتراها جديده، يعني اشتراها بفلوس. طب جاب الفلوس دي منين؟ هو نادي الزمالك معاه فلوس يشتري اللعيبه، لكن ما معهوش فلوس يدفع او يسدد جزء من المديونات اللي عليه اتحاد الكوره. معاه فلوس يشتري اللعيبه، لكن ما معهوش فلوس يسدد جزء المديونات اللي عليه للضرايب، جزء المديونات اللي عليه للكهرباء وغيرها وغيرها وغيرها. نادي الزمالك باع امام عاشور وجاب فلوس وما اداش لنادي المحله حصته في اعاده بيع امام عاشور حسب العقد المبرم بينهم. هو انا حالف ان انا ما سددتش اي حاجه عليا خالص؟ طب هو ده كلام؟ ايوه ماشي ماشي. ما هو ما ينفعش برضه نادي بحجم نادي الزمالك. طيب انت بتتكلم على لوائح وقوانين، اما نكون بنتكلم على لوائح وقوانين مفيش حاجه اسمها حجم ولا وزن. المفروض اللوائح والقوانين بتطبق على الكل لان الكل سواسيه امام القانون. بس انا هفترض جدلا انها ماشيه بالوزن. مسؤولين النادي الاهلي راحوا اتحاد الكوره وقعدوا مع المسؤولين في اتحاد الكوره وقالوا احنا علينا كذا، خلاص ندفع كذا ونجدول كذا. ليه الزمالك ما عملش كده؟ ولا حضرتك شايف ان حجم الزمالك اكبر من حجم النادي الاهلي؟ الكوره قال للزمالك لما تيجي تقعد معانا عشان نصفي الموضوع يا اما تجيب شيكات مقبوله الدفع الفلوس كاش. الزمالك ما عملش كده. طب ليه ما بيعملش كده؟ يعني الزمالك دايما كل حاجه الناس تحس ان هو داخلها بسبب. ايوه ماشي. ما هو ليه؟ احنا بنتكلم في ان الزمالك عنده مشكله اداريه. انا بتكلم في كده وبنتكلم في كده من فتره. هو مطالب كل الناس تتحمل؟ لا مش مطالب. يعني الزمالك له حقوق ومستحقات عند شركه راعيه وعند اتحاد الكوره الفتره يعني. ايوه ماشي. ما هو نادي الزمالك برضه يعني انت عليك ليه فلوس في الاخر تقول لي ما ايوه ما هو في الاخر معوض انا لا هو الموضوع في الاخر الموضوع في الاخر هياخد فلوسه هياخدها من نادي الزمالك. ازاي ده؟ أيوة. ده وصل رقم مهول. يعني مهول ده عدى ال 40 مليون جنيه. في ناس بتقول 80 و70. وايه المشكله ما يعدي؟ ازاي يا كابتن؟ ما هو الزمالك عنده مستحقات بتبقى اكبر من المبلغ ده. بس انا هقول لك ايه المشكله برضه. ما اتحاد الكوره عليه التزامات، مش عنده التزامات فين؟ مش عنده منتخبات وعنده صرف. هقول لك على حاجه، الفلوس دي كمان بتتحول للضرايب. ما هو دي كلها بتيجي بمخالفات جهاز مركزي. طب وش معنى كل الانديه سوت؟ يعني بما فيهم اسوان اللي هو عنده مشكله. ايوه هو الزمالك ما عندوش مشكله في ديت. يعني الزمالك فيه سيوله والموضوع بالنسبه له فيه مشكله. شاري صفقات اهو. ايوه ماشي. ما هو شاري صفقات. طب ايه المانع انك كنت تاخد 5 مليون جنيه؟ سيبك بقى من هم 80 مليون ولا 70 ولا 30 ولا 40. المانع من 10 ايام تاخد 4 5 مليون جنيه يا سيدي، 3 4 مليون جنيه وتروح مع اتحاد الكوره وتقعد وتقول له انا كل شهر هديك 3 او 2 او مليون او نص. ايه المانع نقعد نتفاهم؟ يعني ايه المانع انا وانت في بيننا مشكله ماليه؟ ايه المانع انا وانت نقعد نتفاهم؟ بص نحترم بعض ونقعد نتفاهم. اللي انا شايفه في الموضوع كله طب اللي انا بقوله ده لوجيك ولا لا؟ لا هو ده الطبيعي في كل حته في العالم الا مصر. الاستاذ محمد شبانة يقول له ان الزمالك بقى عليه فلوس كتير قوي لاتحاد الكوره، بيقال انها 40 مليون ويقال انها 70 مليون و80 مليون، وصلت مبلغ غريب. بيقول له ايه المشكله؟ الفلوس زادت قوي، ايه المشكله؟ اتحاد كابتن الاستاذ محمد شبانة يقول له اتحاد الكوره برضه عليه التزامات، عنده منتخبات وعنده مدربين اجانب وعنده مصاريف وعنده حكام والكلام ده كله. يقول له ايه المشكله؟ طيب انا هرد عليك يا كابتن. المشكله فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه قالها لك الاستاذ محمد شبانة ان اتحاد الكوره عليه التزامات. الحاجه الثانيه ان طبقا للتعليمات المفروض نادي الزمالك او اي نادي يعني عموما طبقا للتعليمات ما ياخدش الرخصه اللي بتسمح له ان هو يشارك في بطوله افريقيا الا لما يكون مسدد الديون اللي عليه.
نادي الزمالك عليه ديون لاتحاد الكوره، عليه ديون للضرايب، عليه ديون للكهرباء، عليه ديون لرطوب الارض، دلوقتي عليه ديون للمحله بتاعت اعاده بيع امام عاشور. ورغم ذلك بياخد الرخصه كل سنه، بياخد الرخصه ويشترك فيها بطوله افريقيا بدون وجه حق. عرفت ايه المشكله؟ المشكله ان احنا لو طبقنا الحاجات اللوائح والقوانين دي نادي الزمالك ما يلعبش في افريقيا، حتى لو خد بطل الدوري 3 4 مليون ولا 5 مليون وجدوله الباقي ويبقى فيه احترام وبتاع. فالاستاذ محمد شاهين اساله بقول له مش اللي انا بقوله ده لوجيك يعني، ده طبيعي؟ او ده المنطقي؟ فيرد يقول له ده طبيعي في كل حته في العالم الا في مصر. لا اسمح لي يا كابتن، ده الطبيعي في كل انديه مصر ما عدا نادي الزمالك، لان كل انديه مصر راحت وقعدت وجدولت ودفعت وظبطت الدنيا، ظبطت امورها مع اتحاد الكوره ما عدا نادي الزمالك. يبقى ده منطقي في كل نادي في مصر ما عدا نادي الزمالك جدا. ايوه ما هو عشان وايدوا ما انا بقول لك، ما انا عشان كده اتحاد بكلمك. الكوره المره قال لك انا مش هأيد بكلمك اي نادي. ما احنا طب ما انطبق على كل الانديه، يعني هو يعني مسطره واحده. ما انا برضو مصلحه نادي الزمالك برضه زيها زي مصلحه النادي الاهلي، زي بيراميدز. طب وماله؟ طب هو هكلمك، انا جاي لك في الكلام. طب وماله؟ مصلحه نادي الزمالك ان اللعيبه تتأيد، عشان نادي الزمالك عنده بطوله افريقيا وعنده بيمثل مصر زي ما الناس كلها بتمثل مصر، زي الناس كلها بتطلع تقول نادي الزمالك بيمثل مصر. نادي الزمالك نادي كبير ونادي ليه جماهيره والكلام ده كله. الكلام ده كله فلازم الناس تقف جنب نادي الزمالك في المواقف دي. هي المشكله كلها. طب ليه الزمالك ما راحش بقى قعد قال الكلام اللي انت بتقوله ده وتعالى نقعد نحل ازاي؟ ده ما حصلش ليه؟ ما انا بكلمك ان نادي الزمالك عنده مشكله اداريه. طب يبقى ماشي، ما هو عنده مشكله اداريه. يعني اتحاد الكوره ما يقفش جنب نادي الزمالك؟ اتحاد الكوره ما بيفتحش السيستم الا في اليوم ده. ما اتفتح قبل كده مره واثنين وثلاثه وعشرة. بص يقف جنب الزمالك وكل حاجه يقف وماله، بس ما حصلش القعده دي. يعني الكلام ده لو حصل القعده دي من 10 ايام، يعني الزمالك يقول لك انا رحت قعدت حاولت احل واتحاد الكوره رفض، اقول لك ده في تربص، احترمنا بعض وجيت اقعد عايز احل، انت مش عايز تحل، يبقى معاك حق في تربص، بس ما تجيليش قبل البتاع بنص ساعه وتقول لي الحق امسك لازم تأيد اعمل سوي. طب انا 17 نادي الزمتهم بالموضوع ده. انا معاك في حاجات، ومش معاك ان اصلا الكلام دوت مش ماشي عند. لا بالعكس، انا خد بالك اتحاد الكوره خد بالك مش ماشي على بالك مش الكلام ده خد بالك بس معاك في نقطه عشان تبقى واضحه للجميع. كل الناس زعلانه ان الزمالك ما ايدش، مالهاش علاقه بالانتماء. خد بالك نادي الزمالك نادي كبير، ونادي الزمالك عنده التزامات، وانا احنا اكتر ناس بنقول يا جماعه اهدوا في افريقيا، يا جماعه اهدوا. مش الكلام ده قاعدين نقوله بقى لنا شهر في الحلقات كلها، يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل، يا جماعه حتى لو الدوري راح مش مهم، في 60 داهيه في افريقيا في كذا في كذا في كذا. مش الكلام ده بنقوله. وانا شايف برضه محدش مختلف على فكره، انا بس شايف الناس ان الموضوع برضه. لكن هل ينفع يا كابتن الزمالك يروح برجال امن بموضوع بخناقه بزعيق باسم قصر النيل؟ ما كل ده جمهور الزمالك نفسه عمال ينتقده من امبارح، والناس كلها شايفه الحاله اللي فيها جمهور الزمالك. ما تعملش خطوات كتير غلط. ايوه ما انت برضه وتطلب مني الحل. يعني انت يا راجل اطلب مني. ما هو هي اصلا المنظومه كلها كاتحاد كوره هي غلط. طب ماشي في طول الوقت. طب ماشي طول الوقت غلط. يعني انت كنت عايز انت هو بقى الصح في دي بس. لا. ليه بقى؟ هو بقى الصح في دي بس، وبالذات مع رئيس نادي الزمالك عشان في مشاكل وفي حوارات حصلت الفتره اللي فاتت، فهو جم على نادي الزمالك عشان خاطر رئيس نادي الزمالك. ده اللي انا شايفه وده اللي واضح للناس كلها. انت دلوقتي بتقول جم على نادي الزمالك لان انت كنت شايف ان يتم استثناء الزمالك. لا ان يتم استثناء الزمالك عشان عنده ظروف. اللي هي ايه؟ اللي هي وقف الزمالك عليه ارصدته. امال دفع للبنك الاهلي منين، ودفع لبتاع اسوان منين، ودفع للناس دي منين؟ ما هو برضه انا عمال اجيبها كده الاقي في صرف حصل من ناحيتي. طب الفلوس هتلاقيها شيكات، والموضوع اتاخر عشان خاطر ان موضوع شيكات ايه؟ يعني البنك الاهلي ما خدش فلوسه؟ ما خدش شيكات. والشيكات دي ما اتصرفتش؟ هي لا ما اتصرفتش. يعني اسوان ما صرفش؟ ده مبلغ بقى انا عارف هو جه منين. يعني 5 مليون جنيه وهو 4 مليون جنيه، ودول 4.5 مليون غير الضرايب. طيب ما انا بقول لك بقى يعني ان انا اقصد حتى لو خدت مليون هو يعني النادي ما فيهوش فلوس، والناس كلها عارفه ان النادي ما فيهوش فلوس، وامام عاشور اتباع عشان النادي ما فيهوش فلوس، والناس كلها عارفه القصه دي. مع ان الاداره دايما تقول النادي فيه فلوس. لا ما انا بقول لك ان النادي الزمالكي عنده مشكله اداريه. طب انا على فكره ما حدش مختلف معاك في كل اللي بتقوله. طيب هي القصه ليه الزمالك ما راحش من بدري، عنده شهر كامل واتحاد الكوره في بيانه قال عشان الزمالك عنده مشكله اداريه. انا خسرك الموضوع. طب خلاص يبقى اللي يدفع الثمن مين؟ ايوه ماشي، اللي يدفع الثمن جمهور نادي الزمالك.
واتحاد الكره يبقى صح على نادي الزمالك بس في مصر كلها. مين عمل كده والاتحاد الكرة؟ مليون فرقه عملت كده. لا الموقف ده حصل مواقف كتير قبل كده. لا مش في القيد ده، حصل وحصل وحصل وحصل. زي ايه؟ زي ايه؟ ما زي حصلت قبل كده، حصلت مع شريف عبد الفضيل وقال بلسانه هو على الهوا الكلام ده. شريف عبد الفضيل ده شريف عبد الفضيل بطل بقى له 10 سنين. ما انا عارف، ما يبطل، ايه المشكله؟ حصلت مع عبد الله السعيد وما كانش الاهلي، كان بيراميدز، وكانت عارفين ان هي حصلت مع عبد الله السعيد ليه؟ عشان بيراميدز كانت ايده قويه في الفتره ديت. فالموضوع كله يعني الكلام ده قديم قوي. ما انا قديم، ما انا عارف اللي هو قديم. هو ما فيش حاجه اتجددت اصلا في اتحاد الكوره، ولا حاجه في المنظومه اصلا اتجددت. طب انت راضي على الموقف؟ لا انا مش راضي طبعا، ولا راضي عن اداره نادي الزمالك. انا بقول لك اللي ليا، ولا راضي عن اداره نادي الزمالك. وكان لازم الزمالك يحصل، وكان لازم الزمالك يأيد لعيبته. الزمالك هيلعب بطوله افريقيا زيه زي اي حد، زي ما السنه اللي فاتت كنت بتتكلم في تاجيل الاهلي ومش عارف ايه عشان بيلعب باسم مصر وبيعمل زي ما بنتكلم على بيراميدز، زي ما كنا بنتكلم على المصري، زي الفرق اللي هي بتشارك في افريقيا. فده طبيعي يعني، اللي ما جيبش مشكله رئيس نادي الزمالك مع اتحاد الكوره واجيبها على النادي واخلص على النادي، هخلص على النادي في الصفقات بتاعته. ده انت بتقول رئيس نادي الزمالك يعني. ايوه انا بكلمك. يعني طبيعي النادي اللي يدفع الثمن، ما هو رئيس نادي الزمالك. ايوه ممثل نادي الزمالك. النادي اللي يدفع، لا الجمهور اللي بيدفع الثمن، مش النادي اللي بيدفع الثمن. لا يعني اقصد، هو في الاخر اي تصرف من اداره الزمالك هي تصرف نادي الزمالك. ما دي اداره الزمالك، مش دي اداره الزمالك. 70-80% من جمهور نادي الزمالك مش راضي عن اداره نادي الزمالك. طيب يقول لك محمد شعبان يساله، يقول له طب 5 مليون جنيه اتدفعوا لاسوان جم منين؟ يقول له مبلغ جه كده ومش هقول جه منين. طب ليه يا كابتن ما تقول جه منين؟ هو مش جه من باب شرعي ولا جه من حاجه غير شرعيه؟ بعد كده يقول لك نادي الزمالك عنده مشكله اداريه. ده بتكلم بقى على موضوع قيد اللاعبين. لا مع احترامي لحضرتك، في موضوع قيد اللاعبين ده مش مشكله اداريه، ده خطا اداري، وادام في خطا يبقى في مخطئ، فالطبيعي انك تحاسب المخطئ. لا مش هحاسب المخطئ، امال نعمل ايه؟ لا احنا نحاسب اتحاد الكوره. طب ليه؟ ما هو لازم نقول كده، نقول اتحاد الزمالك الدنيا كلها متربصه بيه، النادي الاهلي نادي الدوله. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ الاستاذ محمد شعبان يساله، يقول له طب هو في مش الكلام ده، يقول الكلام ده اتطبق على كل الانديه؟ يقول له لا حصل قبل كده. يقول له بس السنه دي ما اتطبقش على حد وكل الانديه التزمت. يقول له ماشي بس قبل كده. طب انا مالي ومال قبل كده؟ ومع ذلك ماشي هنتكلم معاك في اللي قبل كده. يقول له شريف عبد الفضيل، يا راجل ده شريف عبد الفضيل، يقول له معتزل بقاله 10 سنين يا سيد الفاضل. فيقول له ده شريف عبد الفضيل معتزل من 10 سنين. يقول له ماشي بس حصل يا سيدي، ده فين انت بتتكلم في فين ده؟ بعد كده يقول له ايه؟ طب حصلت مع عبد الله السعيد عشان بيراميدز ايده جامده. لا حصلت مع عبد الله السعيد عشان يلعب مع بيراميدز ضد الاهلي، خلاص علشان نكايه في النادي الاهلي. يعني اتحاد الكره في الوقت ده كان في مشكله بين تركي الشيخ وبين الخطيب، وتركي الشيخ هو اللي اشترى نادي بيراميدز، فسجلوا له عبد الله السعيد عشان يلعب مع بيراميدز، عشان بيراميدز يغلب الاهلي، عشان ينصروا تركي الشيخ على الخطيب. ومع ذلك ما طلعناش نشد في شعرنا ونولول ونقول الحقونا واحنا مضطهدين وبيراميدز نادي الدوله والدوله بتحارب الاهلي. ما قلناش الكلام ده وما حصلش. الاهلي اي كهرباء، ده بقى الحديث اهو. لما الاهلي راح اي كهرباء بعد ما الاهلي تعاقد مع كهرباء، الاهلي راح اي كهرباء، اتحاد الكره قال له لا تدفع في الديون اللي عليك. الاهلي راح دفع الديون اللي عليه. الزمالك في نفس الموسم والقيد، الزمالك جاي راح ايد اللعيبه من غير ما يدفع الديون اللي عليه. هو ده اللي يرضي ربنا؟ هو ده وبعدين يقول له ايه؟ انت بتقولوا اجلوا الاهلي، اجلوا الاهلي يا راجل، ده الاهلي بقى له سنتين يخسر الدوري بسبب ضغط مبارياته. من احد الاسباب، يعني ما بقولش ده كل الاسباب، ان ضغطوا عليه مباريات ويلعب يلعب 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 لما يوقعوه لعيبه الاهلي كلها وقعت. وطلع مسؤول من نادي الزمالك قبل كده وقال لك انا تواصلت مع اتحاد الكوره عشان يضغطوا مباريات الاهلي، عشان الاهلي يخسر نقاط، عشان نقدر احنا ناخد الدوري، يوقعوا الاهلي ويخلوا الزمالك هو اللي يكسب. طب بتضغط مباريات الاهلي ليه؟ يقول لك اصل عشان مشارك في افريقيا. بعد كده يجي يقول لك لا نحاسب اتحاد الكوره. بعد كده يقول لك ايه؟ انا مش راضي عن اداره الزمالك، و70-80% من جماهير الزمالك مش راضي عن اداره الزمالك. طب يا سيدي لما انتم مش راضيين عن اداره الزمالك ما تحاسبوا اداره الزمالك. لا مش هنحاسب اداره الزمالك. طب بلاش تحاسبوا اداره الزمالك، ما تحاسبوا الجمعيه العموميه. قولوا لها مش انتوا اللي اخترتوا الاداره دي، انتوا اللي بتنتخبوها. لا مش هنحاسب الجمعيه العموميه، احنا هنحاسب اتحاد الكوره. في فيديو قبل كده انا عرضته للاستاذ محمد شبانه، كان في لقطه بقول لك ايه؟ هو دي طريقه اداره في نادي الزمالك. انت صح يعني، انت على حق او مش على حق، اضغط 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 اضغط. هي دي طريقه اداره في نادي الزمالك. بكده نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، والى ان القاكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في القناه.